تعالوا بينا نعمل مع بعض جلاش بس بطريقة صحية. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم وصفة جلاش بس بطريقة صحية. تعالوا يلا بينا نشوف المقادير ايه. اول حاجة هنا هنجيب لفة جلاش وشوفان، زيت جوز هند، عسل نحل، قرفة، جوز هند، ومكسرات بندق. اول حاجة هنا هنجيب طاسة وهنحط فيها الشوفان، وهنحط عليها جوز الهند ورشة قرفة. منكترش قوي من القرفة عشان ما تمررش. وهنا جبنا البندق معانا كسرناه عشان يبقى سهل معانا في الحشوه، ما يبقاش حجمه كبير واحنا بنحشي ما يبقاش حجمه كبير. كل دول كده مع بعض وهنحطهم على النار، هنحمصهم وبعد كده هنحشي بيهم الجلاش. حطينا الحشوه على النار، هنخليها بس تاخد لون خفيف جدا. احنا بنطلع الرطوبه اللي هي في الشوفان وبنخلي المكسرات تتحمص شويه ويبقى كلها مع بعض كده تندمج ويبقى طعمها حلو، عشان ما تبقاش نيه في الاخر. والطعم بيبقى بصراحه بيختلف، يعني لما نحمصها على النار بتبقى افضل، طعمها بيبقى احلى وبتبقى مقرمشه كمان. هنا النار هتبقى متوسطه، مش عايزين نار عاليه قوي ولا تكون واطيه قوي، خلينا في النار المتوسطه. وايديكم تبقى في التقليب كده على طول باستمرار عشان ما يتحرقش منكم. وطبعا البندق احنا لما ضفنا البندق كان ني، ما تجيبوش بندق محمص وتحمصوه تاني لان كده هيفقد كل الزيوت كلها، فده كده يبقى قيمه غذائيه قلت من عنده، فمش هيبقى حلو خالص. البندق اهم حاجه يكون ني. مجرد ما تحسي ان هو بدا يصفر كده على خفيف، خلاص هنطفي النار اهو. كده هياخد باقي السخونيه اللي موجوده في الطاسه. انا مش عايزه اكتر عليه النار عشان ما يتحرقش او يغمق ويمرر يبقى طعمه مختلف. لازم نحافظ على طعم الحشوه. وبرده قلبي، التقليب المستمر ضروري جدا عشان اللون من تحت ما يغمقش وفوق يبقى لسه فاتح. هنضيف بقى الحشوه هنا بعد ما بقت دافيه، هي لسه ما بردتش قوي، يعني هي فيها سنه دفيان شويه، عشان هنضيف عليها حاجه مهمه جدا ان احنا نضيفها. هنا هنضيف معلقتين عسل عشان نخلي الحشوه بس تمسك في بعضها وما تخرجش من الجلاش واحنا بنحشيه. هنقلبهم بقى كده مع بعض، هنلاقي ان الحشوه بتمسك في بعضها وهو ده المطلوب. يعني لو احتاجت عسل تاني مفيش مشكله. هنا خلاص قلبنا الحشوه مع بعض وبقت كده مظبوطه، يعني احنا عايزين نوصلها للقوام ده كده ان هي تبقى ماسكه في بعضها الى حد ما. تمام كده بقت مظبوطه. تعالوا بقى نشوف هنحشيها ازاي في الجلاش. هنا جبنا لفه الجلاش معانا وفردناها، وهنبدا بقى نقطعها شرايح طوليه كده. هنقطعها كده بالطول وعشان كله يبقى قد بعضه. اول تقطيعه معانا هنحطهم فوق بعض كده عشان كله يبقى سوا واحد. كده كله بقى سوا واحد. هنا بقى بدل ما نحط سمنه بلدي، احنا متعودين ان احنا بنحط في الجلاش سمنه بلدي، بلاش زيت طبعا، يعني الزيت طعمه مش هيبقى حلو خالص. فاحنا هنحط ايه؟ هنحط زيت جوز الهند. ده يعني دهون صحيه ومفيده جدا وبيفرق جدا جدا في الطعم. بعد ما حطينا كده هنجيب الحشوه ونحطها بالشكل ده كده، وهناخد ورقتين وهنلفهم بقى رول مع بعض. هندخل الحشوه من الجناب كده، لو طلعت مننا مفيش مشكله خالص، بندخلها كده بايدينا عادي جدا بالشكل ده كده. وهنجيب صينيه وهنرصهم وهنعملهم كلهم نفس الشكل ده وهنرصهم مع بعض، وهقول لكم هنعمل ايه تاني. هنا بعد ما رصينا صوابع الجلاش بتاعتنا اللذيذه، هنحط بقى على الوش دهنه كده بسيطه من زيت جوز الهند على خفيف كده، عشان بس يدي لون معانا ويتحمص في الفرن ويبقى طعمه مقرمش. ولا سمنه بلدي، السمنه البلدي بتبقى تقيله شويه، زيت جوز الهند اخف منها بكتير، فهتلاقوا حاجه كده طعم مختلف وطعم احلى بكتير. هنبدا دلوقتي نحطه في الفرن على درجه حراره 180 ياخد لون فوق وتحت، ونطلعه ونشوف هنسقيه ايه. هنا بقى بعد ما طلعنا الجلاش هنسقيه عسل نحل، ولا هنحط سيرب ولا هنحط سكر ابيض، هو عسل نحل بس كده بالمنظر ده كده. وعلى حسب ما احنا ما بنحب الحاجه مسكره قوي هنزود، بنحب الحاجه مظبوطه مش هنزود قوي، مش بنحب السكريات يبقى رشه بسيطه جدا من عسل النحل. لو مش حابين تستخدموا عسل النحل وحابين تستخدموا حاجه سعراتها الحراريه اقل شويه، في سيرب جاهز بيتباع في السوبر ماركت معمول بسكر ستيفيا، وهنستخدمه عادي جدا زيه زي العسل كده. المهم ان احنا بعدنا عن السيرب اللي هو معمول بالسكر الابيض. وبكده خلصت حلقتنا. ما تنسوش تطبقوا الوصفه وتقولوا ايه رايكم، ومستنيه منكم اللايك والشير والفولو. كل سنه وانتم طيبين.